كوكو حبيباتي، جيتكم اليوم بهاد الوصفة تاع الخبزة المحشية اللي راح تخرج لكم بزاف خفيفة وهايلة، وتقدروا تحتفظوا ثاني بوصفتها رمضان. تبعوا معايا تشوفوني كيفاش درتها. اول حاجة هنايا عندي كاس تاع الحليب دافي، عندي معاه مغرفة كبيرة تاع خميرة الخبز، وعندي ثاني مغرفة تاع السكر، وعندنا معاهم الملح. نزيدو عليهم 4 مغارف تاع الزيت، بيضة كاملة، ديروا بيضة كاملة، ونخلطوا هاد المكونات مع بعضها. بعد ما يتخلطوا المكونات مليح نبداو نضيفو في الفرينة حتى نتحصلوا على عجينة لاصق شوية في اليد. على الاخر راح نوريكم القوام تاعها كيفاش يكون. تبقاو تضيفوا في الفرينة تدريجيا كما راكم تشوفوا حتى توصلوا للقوام اللي راني رايحه نوصل ليه. هنا العجين تاعي مازال تخصها بزاف تاع الفرينة، كما راكم تشوفوا ابقاو تضيفوا بشوي وتشوفوا في العجين تاعكم. شوفوا هنا حبست وانا نضيف في الفرينة، راكم شفتوا القوام اللي وصلت ليه. بقات العجينة تلاصق في يدي. رفدتها وحطيت شوية تاع الفرينة وزدت فوقها رشة تاع الفرينة ثاني، وغطيت العجين بسيلوفان ونخلوها مدة ترتاح. هنا الحشو تاعنا درت نصف صدر دجاج، درت معاه فصوص تاع الثوم، وعندي لهنا دبشة والمعدنوس مقطعين. في لي زيبيس درت مغرفة صغيرة تاع الكركم، مغرفة صغيرة تاع الفلفل الأحمر، ومغرفة صغيرة ثاني تاع توابل الدجاج، الفلفل الكحل والملح. نديرو الزيت وندو الدجاج تاعنا يطيب. بعد ما يطيب نديرو 2 مغارف كبار تاع الجبن الأبيض، نخلطو كلش مليح ونروحو للعجين تاعنا اللي راهو تضاعف الحجم تاعها. نرفدو العجين بالفارينة كما راكم تشوفوا. بالفارينة راح نهزوها بكل سهولة. ابقاو ديروا في الفارينة في يديكم كما راكم تشوفوا فيا ندير. وهذه هي العجين تاعي، رايحه نقسمها على النص. نديروا الفارينة ثاني قبل ما نحلو العجين. نحلوها شوية رقيقة كما راكم تشوفوا. ونقلبوها على الجهة الثانية ونزيدو نحلوها ثاني. هنا بعد ما كملت مع العجين نجيب البلا اللي راني رايحه ندير فيه الخبزه، نديرو فيه شويه تاع الفارينه ونحطو الطبقه الاولى تاع العجين. نعدلوها مليح في البلا سورتو على لي كوتي. ونحطوها على جهه. نجيب العجين اللي بقات لي الاخرى ونزيد نحلها كما حليت الاولى هذه باش نديروها من الفوق. نديروا لها ثاني الفارينة، كثروا الفارينة باش تسهل عليكم انكم تحلوها كيما راكم متلصقلكمش في يديكم. وهنا بعد ما كملت جبت الحشو تاعي. فوالا البنات، هذا بنصف صدر دجاج رايحه تعمر لكم الخبزه كيما راكم تشوفوا. ونزيد نحطو الطبقه الثانيه تاع العجين، ودرك نوريكم كيفاش تغلقوا عليها.
نعدلوها مليح في البلا كيما شفتوني درت، ونحولها هذا الزوائد اللي يجو في الجوانب، ومن بعد نغلقوها كيما هك. ماهيش رايحة تتفتح لكم. بعد ما كملنا نديرو صفار بيضة مع شوية تاع الحليب، ونديرو شوية تاع الساندويتش من الفوق راح يمدلها منظر باهي. بعد ما كملت نديها في الفرن اللي راني مسخنته من قبل على 190 درجة، وشعلت عليها غير من التحت. هنا بعد ما طابت الخبزة ماهيش رايحة تكون لاصقت لكم في البلا خلاص، وتقدروا تنحوها بكل سهولة. كيما نحيتها انا قلبتها على الجهة الثانية، ومن بعد عاودت قلبتها خطرة واحدة اخرى. نقطعها باش نوريها لكم من الداخل كيفاش رايحة تجيكم. فوالا البنات، هذه هي النتيجة النهائية. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفة وجاتكم سهلة، وتجربوها وتبعثوا لي نشوف. باي باي.